الكرياتين، معظم المبتدئين في الجيم بيبداوا بقى يسالوا استخدم كرياتين ولا لا، هل الكرياتين غلط ولا لا، وخصوصا الناس اللي بيكون عندها من 15 ل 18 سنه. ودي مش غلطتك، دي غلطه المدربين اللي عماله تقول لك ان انت لو ما اخدتش كرياتين مش هتبني عضلات ومش عارف ايه، وان الكرياتين سحر وكل الكلام ده. وعلى الجانب التاني الناس اللي بتقعد تروج لك وتحلي لك في المنتج. بس قبل ما تيجي تستخدم كرياتين محتاج تسال نفسك سؤال: هو الكرياتين لو انا ما اخدتوش مش هعرف ابني عضلات؟ لا، هتعرف تبني عضلات. لازم قبل ما تيجي تستخدم منتج تعرف اصلا اساسيات بناء العضلات هي ايه. اساسيات بناء العضلات 3 حاجات: تغذيه صح، تمرين مظبوط، راحه. والراحه دي بتندرج تحت بندين: راحه نفسيه وراحه جسديه. كل نقطه من اللي ذكرتها لك في الفيديو بيندرج تحتيها بنود كتير جدا. انت لما بتيجي تشترك مع حد يمرنك او يعمل لك نظام غذائي ايا كان، اول كلمه بتقولها له: ما تحطليش بروتين كتير عشان البروتين غالي. طيب كونك شخص انت مبتدئ وهتقدر تبني عضلات بسهوله جدا، ومعكش اصلا انك تاخد احتياجك الكامل من التغذيه اللي هي الطبيعيه اللي هي ارخص من المكملات دلوقتي، يبقى الاولى تروح تشتري كرياتين ولا تروح تجيب تغذيه تساعدك انك تبني عضلاتك بجد؟ لازم تختار اولوياتك. وخصوصا ان الكرياتين مش هينفع تجيب علبه لمده شهر وشهرين والكلام ده. الكرياتين محتاج برضو انك تشتغل عليه لمده طويله. والكرياتين هدفه الاساسي هو مش بناء العضلات زي ما انت متخيل. الكرياتين بيشتغل على حاجه تانية اسمها اي تي بي، وقصه كده طويله عشان ما اطولش في الفيديو. ولكن من ضمن الحاجات اللي بتساعد فيها الكرياتين هو زياده الكتله العضليه بسبب احتباس السوائل داخل العضله. ومجرد ما توقف الكرياتين كل الكلام ده هيروح تماما. ولكن انت بتستفيد من جانب تاني منه، ان هو بيساعدك انه بيديك طاقه زياده، فبالتالي سعادتك بتقدر تتمرن اقوى، فبتكتسب برضو كتله عضليه كويسه. ولكن مش هتفضل بالبامب اللي انت فيه طول ما انت بتاخد نسبه الكرياتين بتاعتك. فالخلاصه لو انت مبتدئ ادي لنفسك فرصه انك تاكل كويس وتنام كويس وتتمرن كويس وتشوف جسمك بيتغير ازاي، وبعد كده نبدا نشوف انت محتاج ايه. بلاش تمشي ورا السوشيال ميديا والناس اللي بتقعد تروج لك المنتجات وانك لازم ولازم ولازم، لان مفيش حاجه اسمها لازم، لان ده مش قران. والناس قبل ما يكون في كرياتين ولا بروتين ولا الكلام ده كله كانت بتبني عضلات. خصوصا الوقت اللي احنا فيه ده الاكل ارخص من المكملات الغذائيه، وده اللي الناس كتير مش بتاخد بالها منه. فالافضل انك تصرف على التغذيه مش انك تصرف على المكملات. وابسط شيء، انا اهو قدامك مدرب ما بستخدمش المكملات الغذائيه بصفه مستمره. انا بستخدم الحاجات دي ولكن مش بصفه مستمره، وكل فترات معينه وبوقفها وحسب احتياجي، هل انا محتاجها ولا لا. اخر حاجه بقى عايز اقول لك عليها ودي المهمه جدا: اوعى تكون فاهم ان البروتين استخدامه عشان خاطر تكمل احتياجك من البروتين. اوعى تكون مفكر ان انت من غير الكرياتين مش هتعرف تبني عضلات. كل ده وهم. الناس بتلعب على حته الفكر ان انا خليك دايما حاسس ان انت لو ما شربتش كوبايه الميه دي مش هتبني عضلات، فبالتالي انت يجيلك هوس عشان تشتري المنتج. بس ببساطه خد بالك من نفسك، المكملات مش هي العائق لبناء العضلات. وافتكر دايما انك لو ما عرفتش تبني جسم طبيعي بالتمرين والتغذيه والراحه، فانت مش هتعرف تبني جسمك حتى لو اخدت هرمونات. ولو انت شخص مستعجل ونفسك بقى تعمل عضلات بسرعه والكلام ده كله، ما تروحش تاخد كرياتين، انت تروح تاخد منشطات على طول. اسمع اللي بقول لك عليه، روح استخدم منشطات على طول. انت لسه تستخدم كرياتين؟ سيبك من الكلام ده بقى، خش على المنشطات على طول. لو انت بقى شخص عندك هوس وعندك جنان ان انت عايز تعمل فورمه قويه بسرعه جدا، فاهمني؟ خد بالك من نفسك عشان ما فيش حد هيخاف عليك. انا في المجال اهو بقول لك ما فيش حد هيخاف عليك. صباحك فل.